لها في رمضان. لكن أقول تذكروا آيتين عظيمتين. الأولى في سورة آل عمران يقول ربي لا إله إلا هو ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولعل هذه تنطبق على أهل الخليج كلهم من المملكة والخليج والكويت وكلهم. وأنتم أذلة. نحن ما كان عندنا للأسف قوة رادعة، لكن الله سخر لنا الأمم كلها لترد علينا بلادنا. يعني دكتورنا الكريم، هل أفهم من كلامك أن الآن من أبرز النعم التي يرزق لها الإنسان هو الأمان والوطن؟ أصلا شوف كيف كلم الله لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الأمان إذا لم تعطى إياه لن تنام ولن تأكل وعرضك مسلوب. ما في داعي تنظر، انظر بس فوقك، يسار، صح، يمين، تحت، شمال. الأخبار كفيلة الآن. انظر للصومال. أن تدري الصومال بمن هي الصومال؟ كان الأرزاق والدعم يأتي من الصومال إلى نجد. والله. صدقاتهم وزكواتهم تأتي إلينا، ما عندنا شيء حنا. اللي هي الرياض الآن، نجد. اللي هي نجد كلها قاطبة إلى حائل. كانت حائل في هذه المنطقة كانت في جوع عظيم مر عليها في عام 1200 هجري إلى 1200 إلى 1370 و80، يعني 180 سنة 150 سنة اللي صار فيه النزوح للكويت وللزبير وللشام ولمصر، نزوح أهل هذه البلاد، ثم بعضهم رجع. لكن أقول الصومال التي كانت زكواتها وخيرها موثق يأتي للمنطقة يتصدقون علينا به. سبحان الله. واليوم شوف ما هي الصومال، العكس. ها ليه؟ إذن سؤال لأهل الكويت تكمل الآية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. ليش؟ لعلكم تشكرون.